في 5 دقايق بس هتعملوا احلى حلو سهل وبسيط وطعمه يجنن. وكمان في 5 دقايق بس. بصوا من حلاوته مش قادرة اصبر ولا استنى حتى دقيقة واحدة ما اكلش منه. يلا بينا نشوف الطريقة. هننزل في الحلة ب3 كوبايات لبن، وهننزل بمعلقتين من دقيق البسبوسة، معلقتين بس، وهعالق وحسب الرغبة 5 معالق سكر، وهننزل بمعلقتين بالظبط جوز هند، ونقطتين 3 من الفانيليا سايلة او بودر براحتك. وهننزل باهم حاجة النهاردة كيس كاسترد كده حوالي معلقتين 3 كله في قلب الحلة، وهنعمل احلى تحلية. هنقلب كله ويلا بينا على عين البوتاجاز. 5 دقايق بس الدقيق والدقيق البسبوسة مع الكاسترد يمسكوا في بعض يعني يدوبوا في بعض كده، واول ما الخليط يتقل معاكي شيليه من على النار. هنقلب كده لحد الخليط ما يتماسك في بعض. التحلية دي حلوة قوي، ولادنا كلنا بيطلبوا منها اي تحلية ساقعة تكون سهلة، ما فيهاش عجن ولا فرن ولا بيض. عايزين احنا حاجة في السريع وولادنا بيحبوها. فالتحلية دي بسيطة وسهلة قوي. هطفي عليه كده القوام المناسب اللي انا عايزاه. في اي صينية او قالب هتدهنيه زيت، هتدهنيه زيت كويس عشان بعد كده يتقلب معاكي. هترشي كده كام واحدة زبيب، وعليهم كده حبة جوز هند، وهنبدأ نصب الخليط فيه. هنصب الخليط في الصينية اهو، وعلى وشه برضو هحط جوز هند وهحط زبيب. بسم الله. وزينت خلاص وشه، هحطه في التلاجة لحد ما يسقع كده ويبقى طعمه حلو، وهطلعه بقى ونقدمه سوا. بعد ما قعدت في التلاجة خرجناها وهنقلبها كده. بسم الله. شكلها حلو قوي. هنقطعها، ممكن نقطعها زي البيتزا. انا حطيت لها كام واحدة زبيب تاني من فوق. هاخد كده حتى في الطبق وهدوق. طبعا انا عارفة طعمها لاني بعملها كتير، بس هي تحفة. بصي بسم الله. بسم الله تبارك الرحمن. حلوة قوي. كده وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسيش الاشتراك واللايك الحلو من ايدك عشان يوصل لك كل جديد، واستنوني في وصفة جديدة من وصفاتي. السلام عليكم.